ايه هاي. شوف البق. لاحظوا كمية البق. شوف البق ايش قد. شوف خطيه. هذا برقيبة ما شاء الله. هذا قبل بالعلبة مالته يقرصه. شوف البق. كارثة البق. الله يلعنه. نزل الكاميرات. شلونكم عيوني مربي دجاج العرب حبايب؟ هاي الدجاجة باوع هاي عينها صاحية ما بها أي مشكلة. ومن هنا هاي العين الثانية بها شلون الجراحة مثل ما واضح. ومرمى. طبعا هاي الشغلة تصير انه اذا الطير بتنفسية منشول يورمن عيونه اثنيناتهن مو عين واحدة. هسه هاي العين كل مشكلة ما بيها. هاي العين الثانية منها طبيعية، وهاي العين من هنا لا بيها مشكلة مرمى وبيها جراحة داخلية. فهاي اكثر شغلة تصير بالصيف من البق. هاي سوالف البق، لان هاي المنطقة ما بيها ريش فيجي يقرصها هنا وتورم العين وهيك تصير. بس احنا ايش راح نستخدم لها؟ نجيب لها مرهم مال العين مال البشري نعقمها ونشوف شنو الاجراءات يعني ينصحونا بها الدكتور البيطري شو يعطينا علاج نستخدمه له. بس هو دائما التعقيم اي مرهم مات عين بشري ينفع لها. وهسه راح اروح هناك من الدجاجات واشوفكم البق شلون وضعه يمهن، وان شاء الله راح نعطيكم الحلول الشغلة البق. انتظروني. استخدمت هذا المرهم، اي مرهم مو شرط هذا، بس هسه انا عندي بالبيت هذا مرهم مال تعقيم مال عين بشري. هذه العين مالت الدجاجة افتحها خلي بيها هذا المرهم وندهنها. كإجراء احترازي لا أكثر ولا أقل، بس هو نفس الشي ينفعها وإن شاء الله ما عليها شي. ونشوف الدكتور البيطري بشنو يقدر يساعدنا ويعطينا علاج. لسه قام شوية يتحركن وبخر عنهن شوية البق. لا تلاحظون شوف البق هسه هذا على الحايط. شوف هذا الحرمش طاوع. شوف هذا كله الغضب من عند هذا البق. المصيبة مو هنا، حتى الكتاكيت الصغار الأذية أكثر عليهن، لأن هسه والله دجاجة تتحمل. بس هاي الكتاكيت خطية تتأذى أكثر من الدجاجة. هاي الدجاجة خلينا لها مرهم شوية فتحت عينها أحسن من قبل.
حبايبي يعني إذا تريد تخلص من شغلة البق، وهو مو علاج نهائي 100%، بس يخفف نقول 90% من شغلة البق بالمكان اللي بيه مخلي حيوانات أو أي طير. تستخدم الغاز، يعني تجيب غاز وتجيب هذا البطل العادي، تريدين هذا البطل الكبير أو البطل الصغير مالت المية، هذا بالربع والنص لترة، ترسه يعني أكثر من النص غاز، وتثقبه من الأعلى، تثقبه للبطل وتوزعه بالمكان اللي بيه الطيور. إذا قفص صغير يعني مثلا متر، بطلين تعلق بالأركان اللي فوق، تعلقهن. البق بطبيعته يتصودن من ريحة الغاز، اللي يعني المكان اللي بيه غاز يشرد من عنده ما يوصل. ومثل هسه احنا المساحة هاي اللي عندنا، راح اجيب هنا غاز ان شاء الله، واعلمكم على الطريقة بصورة عملية، واستخدمها واعلقها بالمكانات. مثل عندي هذا الركن اخلي بيه هنا بطل، وبالركن هنا الثاني مكان هنا هنا الدجاجات على هذا القفص هنا ينامن، فاوزع لهن حتى لو بطلين هنا اخليهن، وباقي المكان اوزع عليه كذلك الابطالة مالت الغاز. انا مستخدمها غير الطيور والببغاوات، اصلا ما بقى كل بق، ينهزم البق من شغلة الغاز. واذا ما نجحت 100%، انا مستخدمها وناجحة عندي. بس كاجراء احترازي تقدر تستخدم المبيد الحشري، اللي هو هذا الجهاز الصغير اللي نستخدمه بالبيت، البيف باف، مكتوب عليه بيف باف، مبيد حشري مال بعوض. وتخلي لك نقطة كهربائية بالمكان اللي بيه الطيور مالتك الحيوانات وتستخدمه. كذلك مفيد جدا يعني، وحسب الحجم والمكان اللي عندك. إذا مكان كبير شوية خلي لك فد جهازين 3 من هذا قاتل الحشرات، وإذا مكان صغير قفص لا، واحد كافي. بس تحسب حساب انه الدجاجات او اي حيوان ما يوصل اليه ويسوي لك مشكلة ويا الكهرباء. عندنا هنا كتاكيت نايمات جوا هذا القفص مالتهن هنا، والدجاجة نايمات بذاك القفص. اوكي خلنا اشوفكم اياهي. ايه هاي، شوف البق لاحظوا كمية البق. شوف البق ايش قد، شوف خطيه. هذا برقيبة ما شاء الله، هذا قبل بالعلبة ما بتيقرصه. شوف البق، كارثة البق، الله يلعنه. قلت لكم يعني شغلة البق ويا الكتاكيت كلش متعبة ويا أذيهن، لذلك لازم تشوف لك حل وتتلاحقهن. تعال رجعي، وين طلعتي؟ هذا راح للدودة، لقيت الدودة أكلها عافية السبع. أنت تعال ولك معلبة، ويلك من البق. هذا الباقي ان شاء الله مقطع ثاني. قلت لكم راح اجيب بطالة واخلي بيهن غاز، وراح اسويها بصورة صحيحة وننزل لكم مقطع وتدللون. تحياتي لجميع قناة جناي دجاج العرب، ويا ريت تدعمون القناة بلايك للفيديو على مود يصل اكبر عدد.
من المتابعين، وإن شاء الله بخدمتكم. تحياتي الجميع. الحبايب يفترن براحتهم. وهذا العزيز الغالي. وهسه نقلكم في أمان الله.